إلى الأسمرة ومشروع مهيكل لوحدة إنتاج الكسكس الذي ظهر للوجود منذ سنوات في إطار دعم من وكالة الجنوب. المشروع يشغل أزيد من 130 امرأة وينتج قرابة نصف طن من الكسكس يوميا في انتظار توسيعه ليلبي الطلبات المتزايدة على الكسكس محليا ووطنيا. سالك رحال ومبارك الباس. حوالي 30 امرأة تشتغل في وحدة لإنتاج عدة أصناف من الكسكس المحلي بسمارة. مراحل 5 تمر بها العملية عبر خط للإنتاج يعتمد الدقة والسرعة والتعاون بين مختلف العاملات لإنتاج أزيد من 400 كيلوغرام من الكسكس يوميا، كمية تعتبر غير كافية في ظل الطلب المتزايد على هذه المادة محليا ووطنيا. نتشوف في النهار 350 إلى 400 كيل في النهار، وأمنيات ديالنا هو أن نوسعوا الوحدة ديالنا باش نلبوا طلبات الأسواق اللي هي موجودة عندنا حاليا واللي في موريتان والدول الأوروبية. باغي نلحقوا على الأقل طن ونص للنهار ولا 2 طن تقريبا. مشروع وحدة إنتاج الكسكس بسمارة ظهر للوجود منذ سنوات في إطار دعم من وكالة الجنوب، وساهم في توفير مناصب شغل قارة لعدد من نساء الإقليم، كما ساهم في تسويق الكسكس المحلي في مختلف الأسواق الجهوية والوطنية، وذلك في انتظار توسيعه ليشمل أزيد من خطي إنتاج لتغطية الطلبات الملحة عبر التراب الوطني. وغير بعيد عن